ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن براند كده طالع ترند بقاله فتره، وهو براند كوري. البراند ده اسمه دكتور أليسا. دكتور أليسا ده بالنسبه لنا براند غريب جدا، لان هو الكريمات بتاعته بتبقى مش باسامي، يعني مش مثلا كريم سيكا، كريم سانتيلا، كريم هايلورونيك، مش لا خالص. الكريم بتاعه كل كريم منه بيبقى عليه رقم، احنا مش عارفين ايه الارقام دي، مش عارفين الباكجينج بتاعه ليه شكله كده زي المراهم وغريب، مش عارفين اذا كان افكتيف ولا لا، وهو بصراحه سعره عالي مش رخيص. فانا خدت التجربه وجبت لكم منه كريم، وجاي النهارده اعمل لكم ريفيو مفصل عنه. وكالعاده في اخر الفيديو هنقول البدايل لو الناس مش ملائمها سعر البرودكت ده نقدر نجيب ايه بسعر اقل. فلو انت عايزه تعرفي معلومات عن البراند وعن الكريم تابعينا. لو انت من اصحاب البشره الحساسه او المتهيجه من مجموعه مواد فعاله معينه زي الهايلورونيك اسيد، زي النياسيناميد، زي فيتامين سي، تابعينا. لو انت بشرتك تضررت الفتره اللي فاتت بسبب الطقس الغريب اللي احنا فيه، الصبح شمس جامد جدا وبالليل الدنيا ساقعه جدا، برضو تابعينا. من الاخر الحلقه هتبقى مفيده لكل البنات، فيلا بينا نبتدي على طول. البراند اللي انا جايه اكلمكم عنه النهارده هو من اغرب البراندات اللي نزلت بقالها فتره، وهو دكتور أليسيا او أليسيا. البراند هو براند كوري، وزي ما انتم شايفين ده كده الباكج بتاع علبه الكريم، وده منظر الكريم بتاعه من جوه. هو اشبه ما يكون بالمراهم، ما تحسيش ان هو هيبقى كريم وش، تحسي ان هو كريم جسم. البراند ده براند كوري معروف بمنتجاته، المكوناتها بتبقى لطيفه وامنه على البشره، وان منتجاته بتبقى خاليه من العطور وخاليه من المواد الصناعيه، واغلبها بتبقى مكونات نباتية، فبالتالي هي بتبقى لطيفة جدا على البشرة وآمنة لكل البشرات حتى الحساسة. ودي بصراحة ميزة تخلي اللاين كله بينفع للبشرات اللي هي زي ما قلنا في أول الفيديو عندها حساسية شديدة من المنتجات أو اللي جات لها فترة وتحسست. وكنا ذكرنا قبل كده وقلنا إن عادي جدا إن بشرتك من يوم ما تتولدي تبقى عادية، وفجأة بعد ال30 بعد ال40 تقلب تبقى عادية حساسة أو دهنية حساسة أو مختلطة حساسة، لأن الحساسية بتاعة البشرة دي بتبقى حالة لفترة معينة. فاحنا المفروض لما بيحصل تحسس بنعالج التحسس ده، وبنبدأ نرجع بالتدريج للروتين بتاعنا العادي او للروتين اللي بشرتنا محتاجاه. دكتور أليسا عملت كذا نوع كريم، وكل كريم زي ما قلنا اسمه عبارة عن ارقام. فانا الكريم اللي جاي اكلمكم النهاردة عنه هو كريم 3 4 5، او زي لو انتوا عايزين تقولوا 345 تقولوا. خلينا نقول اصلا يعني ايه الارقام دي، لان انا الموضوع ده كان شاغل بالي جدا. فلما دورت ودعبست لقيت ان معظم منتجات العناية بالبشرة متقسمة كاتيجوريز كده عبارة عن ارقام. الهدف منها ان لما المنتج يكون مثلا مكتوب عليه الرقم الفلاني، فانت لما تشوفي الرقم ده تعرفي ان من مكونات الكريم 1 و2 و3 اللي بيعملوا في البشرة كذا وكذا وكذا. الفكرة ببساطة هي مش فكرة علمية على قد ما هي فكرة ذكية، ان هم يقسموا البرودكتس بالطريقة دي عشان احنا نعرف المنتج اللي في ايدينا ده هيعمل ايه في بشرتنا. فدكتور أليسيا او دكتور أليسا، انا مش عارفه انطق الاسم او يعني هو عليه جدل، بس هو اكيد التي اتش هتتنطق س، وهو ALTHEA، فاعتقد ان هي هتبقى أليسيا مظبوط. مسمي الكريمات بتاعه بالطريقه دي. الكاتيجوريز اللي متقسمه دي هندي ليها امثله، وهنزل لكم صوره توضيحيه فيها الكلام اللي انا اقصده. فمثلا عندنا لما يكون البراند مكتوب عليه رقم 1، رقم 1 ده في البرودكت بتاعه العنايه بالبشره معناه ان المنتج ده مخصص لتنظيف البشره، ان هو يعمل للبشره بتاعتنا كلينزنج. ايه بقى المنتجات اللي بتعمل كلينزنج عندنا للبشره؟ عندنا الغسولات بكل انواعها، سواء فوم، سواء جل، سواء لوشن، يا اما المزيل بتاع الميك اب ده برضو بيدخل تحت رقم 1 اللي هو المنظف بتاع البشرة، يا اما الميسيلار ووتر ده برضو بيدخل تحت منظفات البشرة. فلو احنا افترضنا ان انا اشتريت كريم والكريم ده عليه رقم 1، فانا هعرف ان الكريم ده هو كريم تنظيف عميق للبشرة، يعني مش حاجة هتفضل مثلا على بشرتي فترة طويلة، ولو فضلت هي وظيفتها ان هي تخش جوه المسام وتنظف البشرة. رقم 2 انا عاملة سكريبت فهبقى ابص فيه عشان
انا مش حافظاه كله. رقم 2 مثلا ده في الكاتيجوري بتاع مستحضرات او منتجات العنايه بالبشره، معناه التقشير، تقشير الطبقه الخارجيه لسطح الجلد، سواء عن طريق مقشر طبيعي او سكراب طبيعي، او عن طريق حاجه صناعيه. المقشر الطبيعي زي مثلا يقول لك ايه، بذور المشمش مثلا، ده مقشر طبيعي. لكن الصناعي اللي هو زي ما احنا عارفين وبنجري عليه نشتريه، ال AHA، ال BHA، الريتينول، ال PHA، كل دي عباره عن مقشرات صناعيه هدفها انها تشيل الطبقه الخارجيه للجلد اللي بتكون غالبا عباره عن جلد ميت او جلد فيه تصبغات واحنا عايزين نخلص منه. رقم 3 لو احنا لقينا رقم 3 على الكريم زي ما احنا عندنا هنا اول رقم 3، ده تريتمنت او علاج للبشره. العلاج ده بيشمل بقى ان انت هتعالجي حبوب، هتشيلي تصبغات، مثلا هتشيلي تجاعيد، وده طبعا زي مثلا السيرامز بتاعت فيتامين سي، كريمات علاج الحبوب، كريمات الريتينول اللي هدفها ان هي تشيل التصبغات، كريمات النياسيناميد، كل ده بيدخل تحت رقم 3 بتاعنا. وبناء عليه فاحنا لما بصينا مثلا على الكريم بتاعنا ده لقينا ان احنا الكريم بتاعنا موجود فيه 3 4 5. رقم 3 قلنا ان هو مكونات لمعالجة الحبوب زي مثلا النياسيناميد، الادينوسين، ده اللي موجود هنا في الكريم، اللي بيقللوا الالتهابات، بيعالجوا الحبوب وبيحسنوا من مظهر البشرة بشكل عام. ده بالنسبة لنا رقم 3 اللي مكتوب على الكريم. رقم 4 ده مكونات مغذية للبشرة زي ايه؟ عندنا الكريم ده فيه مستخلص كركديه، وعندنا فيه البيتا جلوكان، وعندنا الهايلورونيك اسيد، وعندنا كمان مستخلص التين الشوكي، ودي مستخلصات مرطبة للبشرة وبتغذي البشرة والجلد بتاعنا. رقم 5 اللي مكتوب على الكريم ده عبارة عن المكونات المهدئة للبشرة اللي هي زي السانتيلا او السيكا او انواع السيراميد المختلفة اللي برضو موجودة هنا. وفي كمان عندنا هنا مستخلص لافندر بيساعد على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار والتهيج بتاع الجلد. فاحنا كده اول جزء في الفيديو عرفنا ليه الكريم اتسمى 3 4 5. الكريم من كتر المكونات اللي موجودة فيه هو تقريبا عجزوا ان هم يجيبوا اسم يوضح لك الكمية المكونات الفائقة فيه، فيعملوا لفت نظر ازاي عن طريق الارقام. لان طبيعي جدا انا لما مسكته اول حاجة يعني ايه 3 4 5، لما دورت عرفت ده معناه ان الكريم ده فيه كمية مواد غير طبيعية لفاعلية وتزويد الافكت اللي المفروض يتعمل في البشرة. فخلينا بقى ندخل على مكونات الكريم علشان نعرف ايه المواد اللي هي هتغذينا او هتغذي بشرتنا في الكريم ده. الكريم ده فيه حاجات كتيرة جدا، ولما هقراها لك ولما هقولها لك احنا كده خلاص بقينا ما شاء الله علينا بقى فاهمين ان غدا لما بتقول نياسيناميد بيعمل ايه، لما بتقول بانسينول بيعمل ايه. فانا لما هقول لك دلوقتي المكونات بتاعه الكريم وانت هتقعدي تتخيليها معايا هتعرفي قد ايه الكريم ده يعني قنبله للناس اللي بشرتها حساسه. اول حاجه الكريم ده بيحتوي عليها هو النياسيناميد. النياسيناميد طبعا احنا عارفين ان هو بيقلل الافرازات الدهنيه في البشره، بيقلل لما الافرازات الدهنيه بتقل من المسام بتاعه البشره فبيبدا يتعمل بور، المسام بتبدا تقل، حجمها يقل وترجع للشكل الطبيعي بتاعها، بتنطر كل الدهون اللي بره، وبالتالي بيحصل ان الحبوب اللي موجوده اوريدي بتتعالج، والحبوب اللي كانت هتبدا تتكون خلاص مش هتتكون. النياسيناميد بيفتح البشره، وكمان النياسيناميد بيقلل التصبغات. ده اول مكون موجود عندنا. تاني مكون موجود هو البانسينول، وسبحان الله انا لما شفت الكريم ده حسيت قوي ان هو شبه البانسينول والبيبانسين والكريمات اللي هي بتنزل لترطيب وتهدئه البشره بعد التعرض للشمس. يعني هو شكله كده بالنسبه لي انا زي الكريمات والمراهم اللي بنشتريها من الصيدليات. المهم ان هو فيه بانسينول، واحنا عارفين ان البانسينول ده بيهدي البشره وبيرطبها. تالت مكون عندنا السانتيلا، والسانتيلا طبعا ده مكون رهيب جدا في تهدئه البشره وتسريع الشفاء بتاعتها. والسانتيلا طبعا هو السيكا اللي عامل قلبان في الدنيا، فانت لما يبقى الكريم
كريم في السانتيلا هتعرفي ان هو بيقلل لك الالتهابات وبيساعد على ترميم حاجز البشره المتدمره نتيجه الحساسيه، فانت بتدي جرعه علاج مكثف لبشرتك. عندنا كمان مستخلص الالوفيرا او جل الصبار لترطيب وتهدئه البشره، وعندنا الكركم، وانا بالنسبه لي اول مره الاقي كريم فيه كركم. طول عمرنا يعني بنسمع ماسكات البنات بيعملوها يحطوا فيها كركم. هدف الكركم ايه؟ ان هو برضو بيرطب البشره، بيهدي البشره، مضاد اكسده قوي ومضاد للالتهابات. انا بالنسبه لي اول مره الاقي كريم فيه كركم. عندنا كمان اخر بند موجود فيه اكتر من نوع، مش نوع واحد، اكتر من نوع من السيرامايد. والسيرامايد ده احنا عارفين ان هو بيقوي حاجز البشره المتضرره الملتهبه اللي كبرت في السن، اللي ما كنتيش انت مهتمه بنضارتها فبتبداي تهتمي بيها. فاول حاجه بترممي حاجز البشره بتاعك عشان تبداي تعملي الروتين اللي يرجع البشره يعني سنين من العمر. فعلا حرفيا الاهتمام بالبشره بيفرق جامد في الشكل وفي السن. ده المكونات بتاعه الكريم. فلو لاحظنا ان كل المكونات عباره عن ايه؟ تهدئه البشره، ترطيب البشره، تلطيف البشره، تحسين شكل البشره ومظهرها العام. فيعني كده انت بتتكلمي عن كريم مكوناته دي بتقلب البشره في حته تانية تماما. مميزات الكريم ده، اولا هو تركيبته زي ما قلنا لطيفه جدا جدا جدا، مناسبه للبشرات الحساسه، دي اول ميزه بالنسبه لي. في نفس الوقت المكونات نفسها فعاله جدا. تاني حاجة هو خالي زي ما قلت في أول الفيديو من أي عطور، وخالي من المواد الحافظة، وخالي من المواد اللي هي المشتقات الحيوانية. كل المكونات بتاعته عباره عن مكونات نباتيه مهدئه للبشره، ما فيهوش اي حاجه تشككك ان دي حاجه ممكن يكون مثلا حاجه من دهن خنزير مش عارف ايه كلام من ده، لا خالص، هي كلها مستخلصات نباتيه. نيجي بقى للقوام بتاعه اللي هو احنا عايزين بقى نشوف هيعمل ايه في البشره، هتمتصها بسرعه ولا لا. بصوا انا الاول هحطه كده على ايدي عشان بصوا تشوفوه اهو، هو اهو حته صغيره خالص، بصوا سهل الفرد جدا، وادي القوام بتاعه. ريحته مفيش خالص، يعني حاجه خفيفه لا تذكر نتيجه اختلاط المكونات الطبيعيه، مفيهوش اي روائح صناعيه ممكن تضايقك. ادي الامتصاص سهل، فرق الايدين مفيش، يعني مفيش وايت كاست اصلا، يعني تفتيح بسيط لكن مفيش وايت كاست هيتعمل ولا هيضايقك. طيب ايه العيوب اللي انا لاحظتها؟ ما هو مفيش حاجه كامله، وانا بركز قوي لما باجي اعمل الريفيو ان انا اشوف المميزات والعيوب عشان لما حد يكلمني ابقى عارفه الرد على طول. بالنسبه للعيوب اللي انا شفتها في الكريم ده، بصوا كده مبدئيا انا لما استخدمته انا بشرتي كانت حساسه. الحساسيه بتاعه البشره ساعات بتؤدي لنشفان جزء من الجلد، والجزء ده بيبدا يطلع قشور. زي ما احنا شفنا القوام بتاعه سهل الامتصاص جدا، فلو حد بشرته جافه جدا ومتحسسه جدا وحطه هيبقى عنده هاجس ان انا بشرتي ما ترطبتش، انا محتاجه مرطب اقوى. دي كده اول عيب، انت هتبقي حاسه ان ترطيبه غير كافي وان انت محتاجه مرطب بعده. بس صدقيني ده هاجس، تجاهليه، وخصوصا ان احنا داخلين على الصيف. هو قوامه سهل الامتصاص، ولما بيدخل جوه الجلد بيبدا يعالج. مش لازم نقعد نحط على جلدنا كتل كريمات على كريمات عشان نحس انها اترطبت. سيبي العلاج ياخد وقته، مش يعني ايه، مش كن فيكون. ده بالنسبه لي انا اول عيب، ان ممكن حد من اصحاب البشرات الجافه جدا المتحسسه جدا يحس ان هو غير كافي للترطيب. تجاهلي الاحساس ده، هتعدي الموضوع ده تمام. تاني عيب كان بالنسبه لي لما كنت بستخدم فوقيه صن بلوك تقيل، قوامه تقيل. زي ايه مثلا؟ زي صن بلوك كوري، هنزل لكم صورته عشان انا مش فاكره الاسم والحمد لله خلص عندي. كان الصن بلوك ده تقيل وبيعمل وايت كاست كده، وكان على الكريم ده لما كنت احط الاتنين فوق بعض، لو انا ما استنيتش ان الكريم ده بشرتي تمتصه، يعني حطيته ورحت حاطه فوقيه الصن بلوك على طول، كان بيحصل نوع من انواع التكتل في حتت معينه في الوش او فروله. وده معناه ان الكريم فعلا تركيبته مش خفيفه، يعني ده عكس العيب الاولاني. هو لو تركيبته خفيفه وانا حطيت عليه الصن بلوك طبيعي جدا مش هيعمل اي تكتل، لكن معنى ان انا لما احط الاثنين فوق بعض ويحصل تكتل يبقى ده فعلا القوام بتاعه حلو ومناسب للاستخدام على البشره، ومش مش خفيف زي ما اصحاب البشره الجافه ممكن يشكوا.
فانت علشان تتلافي الموضوع ده خالص انت بتحطيه وبتصبري شويه، مثلا 5 دقائق 7 دقائق لغايه لما يمتص خالص على بشرتك. بعد كده بتبداي تحطي السان بلوك. لو حطيتي السان بلوك بقى كان جل هيبقى حلو جدا، لو كان كريم ملمسه خفيف برده زي مثلا ايف لاين هيبقى برده جميل جدا معاكي، مش هتحسي خالص بالعيب اللي انا بقولك عليه ده. تالت عيب بالنسبه لي انا كنت عماله افتكره، هو سعره عالي. يعني هو دلوقتي انا كنت اخر مره جايباه ب 1300، واصلا في ناس وصلت بيها انها بتبيعه ب 1500 و1650 وبيلعبوا على حته ده اوريجينال وده كوبي ومش عارف ايه وكده. المهم يعني بالنسبه لان هو سعره عالي كده، انا كنت متخيله ان انواع السيراميد اللي موجوده فيه هتبقى موجوده بنسب عاليه وتبقى عشان تبقى يعني افكتيف. يعني انا شاريه حاجه غاليه، فيهمني ان المواد الغريبه او المواد الغاليه اللي مش بنلاقيها في الكريمات بسهوله تبقى موجوده هنا بتركيبه عاليه. فهي اغلى حاجه موجوده السيراميد والبيبتايد. فهنا موجود سيراميد موجود كذا نوع، بس نسبتهم قليله، وعشان كده هم جايين في اخر دي اسمها ايه اللي هو الوصف بتاع الكريم، ان هو اخر حاجه خالص محطوطه ان هو في كذا نوع من انواع السيراميد ونسبتهم قليله. انا كنت متخيله ان ممكن يبقى النسبه بتاعتهم اعلى من كده. دي بالنسبه لي كانت العيوب. وانا يمكن مش قصدي والله ان انا ببص بعين سلبيه، لكن انا بحب انقل التجربه بحياديه، مميزات عيوب. ولان انا اصلا يعني ما حدش يقول عليا ان انا بروج للمنتج عشان ابيعه او عشان كسبانه من وراه، فانا ببقى دايما زي ما بقول لكم بلاحظ العيب قبل الميزه عشان انقله بكل حياديه. ايه كمان بالنسبه لي كده خلاص بتهيألي ما كانش فيه عيوب تاني بالنسبه لي. هما كانوا 3 عيوب دول. 3 عيوب دول ان هو ممكن اصحاب البشره الجافه جدا شديده الحساسيه تفتكر ان هو خفيف. لو حطيتي عليه سان بلوك لوشن قوامه تقيل وهو ما كانش لسه نشف على بشرتك ممكن يعمل لك تكتل، انت تحسي ان فيه فروله كده شويه. وان هو سعره عالي، ان يكون فيه السيراميد مجموعه السيراميد اللي فيه تبقى قليله. انا كنت متخيله انها المفروض تبقى اعلى من كده. طيب نيجي للإفكت بتاعه. الإفكت بتاعه بصراحه تحفه، يعني فعلا كلمه تحفه وكلمه ان هو بيحول البشره، لا هو فعلا بيحول البشره حقيقي حقيقي حقيقي. من افضل الكريمات اللي انا استعملتها في تحويل البشره من حاله الحساسيه لان هي ترجع تاني مرنه وترجع تاني ما فيهاش اثار للحساسيه ولا اثار لتهيج البشره ولا الاورام اللي بتظهر من كتر الهرش. كان فعلا الكريم ده لطيف بشكل غير طبيعي على البشره. التحسن بتاعه يعني او انت بتبداي تلاحظي التحسن ده امتى؟ لو انت من الناس اللي بشرتها حساسه ومتهيجه، ممكن على فكره من 4 ل 6 ايام بيبدا الحساسيه دي تقل خالص خالص ما تبقاش موجوده. لكن لو انت هتستني بقى تحسن ملمس البشره ومظهرها العام بعد الحساسيه، لا معلش هتصبري معانا شويه، ممكن من 4 ل 6 اسابيع. وده على فكره اللي انتوا شايفين الكريم فعلا هيكفي فتره طويله، ده هيقعد شهور وحجم الانبوبه كتير، وفي نفس الوقت انت بتاخدي حته صغننه خالص بتفرديها على البشره كلها. دي تفاصيل الكريم كله. لو اتكلمنا عن البدايل، لو احنا بقى هنتكلم عن البدايل، انا الكريم ده غالي عليا، فلو انا هتكلم عن البدايل، انا بالنسبه لي اول كريم ممكن اتكلم عليه بديل لده لو ما لقيتيش ده بس هتجيبي واحد تاني في نفس سعره او اقل مثلا 100 جنيه، هيبقى كوزريكس بيور فيت سيكا كريم. تمام، ده بالنسبه لي هو البديل رقم 1 للكريم ده. وانا شايفه ان انت طالما كده فرقها 100 جنيه او 150 جنيه، لا انت هاتي ده احسن بكتير جدا. لو هنتكلم عن حاجه تكون اقل، عندنا بايوديرما سيكا بايو كريم، ده برضو حلو جدا. وزي ما انتم شايفين هو برضو فيه سيكا كريم. البيبانتين كريم اللي هو المستورد مش المصري، مش الهيبتابانسينول ولا الحاجات دي، لا هو تقريبا سعره في حدود 450. ده برضو بديل ممتاز ليه، بس طبعا النتيجه هتبقى اقل، هتضطري تواظبي عليه فتره اطول. وفي عندنا كمان لاروش بوسيه طبعا لا خلاف عليه، اللي هو سيكا بلاست بي 5 كريم، ده برضو بديل امن وممتاز جدا، بس هو للاسف مقاطعه. فلو احنا اتكلمنا عن البدايل المتاحه اللي احنا هنقدر نجيبها، بايوديرما
انا مش عارفه بصراحه هو مقاطعه ولا لا. وفي عندنا البيبانتين كريم ده ما اعتقدش ان هو مقاطعه. وفي عندنا اللي هو الكوزريكس بيور فيت سيكا كريم، وانا بالنسبه لي لا انا هجيب ده احسن. فكده لو هنقول بدايل، لا انا احسن لي اشتري ده وما اجيبش اي حاجه تانية بدايل، الا لو اكتشفتوا انتوا منتج تاني ممكن يكون فيه كل التوليفه القمر دي وكتبتوه لنا في الكومنتات. كده الريفيو بتاعي خلص. لو انتي جربتي الكريم قولي لي تأثيره ايه معاكي. لو انتي جربتي كريم تاني من نفس البراند برضو عرفيني وقولي لي الدنيا فيه ايه. ولو ما جربتيهوش واتشجعتي اكتبي لي. ولو انتي جربتي بدايل يا ريت برضو تكتبي لنا في الكومنتات. ويا رب يكون الريفيو عجبكم، واستنوني في ريفيو تاني عن منتج جديد، واشوفكم على خير دايما يا رب.